السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه وقبل ما نبدا الفيديو ديالي كنعتذر لكم على الغياب لفتره طويله على انزال الفيديوهات في القناه ديالي بسبب ظروف خاصه، ولان دائما ماشي اي حاجه في الحياه كنخطو ليها كتكون، فاكيد غتلاقى بعقبات في الطريق كتغير ليك المسار في بزاف د الحاجات. نرجعوا لجو الفيديوهات ديالنا، وهاد المره الفيديو ديالنا غادي يكون بلاصه جديده، مرورا بدار الكبداني او المجيء من الناظور او الحسيمه. كاين واحد الشاطئ اللي كيستحق الزياره. للاسف الطريق على دار الكبداني طريق خطيره وصعبه على مبتدئ السياقه، اما على الطريق الساحلي من الحسيمه او الناظور فالطريق مزيانه. هاد الشاطئ باقي ما تعرفت على الاسم ديالو حيت ماشي بزاف اللي كيعرفوه، ولكن غنحاول نعطيكم المكان ديالو بالضبط. هاد الشاطئ الموقع ديالو كاين بين شاطئ ناصر وشاطئ غانسو. من المميزات ديالو انه شاطئ نقي بزاف وما فيهش الضجيج بزاف بالنسبه للناس اللي كتبغي الكالم. اما الحاجه اللي فيه سلبيه نوعا ما فهو انك كتخلي السياره ديالك الفوق على الطريق وكتنزل برجليك، ماشي شي مسافه طويله ولكن الطريق صعيبه نوعا ما. واخا الطريق عنده صعيبة شوية ولكن كيستحق الزيارة، وحتى العائلات اللي كتحب تميل للشواطئ الهادئة فهنا غادي تلقى واحد الراحة كبيرة. اما بالنسبة للمطاعم هاد المكان ما فيهش شي مطعم، اما انك تجيب معاك الماكلة ديالك او تمشي لبعض الاماكن اللي قريبة بحال الناصر او لغنسو. كيما كتشوفوا في الفيديو فجمالية الشاطئ كتهضر على نفسها من ناحية الهدوء والنقاء اللي فيه. وكما كتشوفوا فانا انسان كيعوم على قد الحال، ولا نقولوا غير كنتبرد وصافي. اما بالنسبه اللي عارف يعوم فغادي يستمتع اكثر بالمكان. في الصراحه اللي عنده تسعيد الخاطر ما كاينش محسن انه يجيب معاه الشوايه ديالو ويجيب كميه من الحوت السردين كيجي بنين مع البحر، وحتى انك ما كتحتاجش المقومات بزاف، السردين زائد الملح زائد شوايه ها انت درتي احسن غدا. وفي الاخير كنتمنى انه نكون عند حسن الظن ديالكم رغم المقومات اللي بسيطه اللي كنوصل لكم بها الفيديوهات. ما تنسوناش بالدعم ديالكم في القناه على اليوتيوب او على الفيسبوك. كان معكم اسماعيل ريفينيو كما العاده، والسلام عليكم.